الطفلة أفراح محفوظ المجنحي التي تعرضت للعنف الجسدي من قبل أسرتها خالتها وأبوها. الآن تم إسعافها إلى مستشفى المنار التخصصي في مدينة القفر محافظة إبل. السلام عليكم ورحمة الله يا دكتور. ايش الحالة دي اللي عنده وصلت عندك؟ هذه الطفلة أفراح أول ما وصلت إلى مركز بن سينا. أيوة وصلت إلى مركز بن سينا وبعدين؟ وبعدين تم إعادتها إلى مركز المنار عمل كشافت لها. كشفت لها. من خلال الاطلاع على الحالة تم شعور الطفلة تم الاعتداء عليها جسديا من قبل أبوها وخالتها. أبوها وخالتها. ايش الذي عندها؟ عندها كسر في الكتف وعندها جروح. ايش عندها؟ كسرينه؟ كسر في عظمة الذراع. الله لاحظوا هذا الكسر في الذراع. وعندها كدمات وساحة. وعندك شغل كدمات بالراس. لا حول ولا قوة إلا بالله. وسوء تغذية حاد. وسوء تغذية شوفوا. هذا العنف الأسري شوفوا من قبل خالتها. أيوه. وتم إحالة الحالة إلى مستشفى الثورة عن طريق البحث الجنائي. يعني مستشفى الثورة لا الآن حولوها إب. لا حول ولا قوة إلا بالله. عن طريق البحث الجنائي. شكرا للدكتور تميم النجار من مستشفى مركز المنار مدينة القفر. والآن الحالة هذه تم إحالتها إلى مستشفى الثورة في إب نتيجة لتعرضها إلى العنف الأسري والجسدي.